وإحنا على باب الحسين، ولنا موقف معك يا أبا عبد الله، وما أظن تخيبنا في ذيك الليلة اللي الإنسان بين تراب وتراب وتراب وتراب. أول ليلة في القبر يقولوا يستيقظ يشوف نفسه في غربة، شوف نفسه في وحدة. يتفكر الإنسان: من لي في غربتي؟ من لي في وحدتي؟ ما قدمت في دنياي؟ ولا يتذكر: أنا لي صرخة على الحسين، أنا لي دمعة على الحسين إذ يتراءى له نور من بعيد. من صاحب هالنور؟ ولا هو يخاطبك؟ لكن ما أدري يخاطب الموتى من أين، أمن نحره المنحور؟ لو يخاطب من فمه اللي الخيزران صاعد نازل عليه. ما أدري من وين يخاطب الحسين، لكن عيش تلك اللحظة واسمع كلامه إلى كل من مضى وهو يحب الحسين. رحم الله من مضى، رحم الله من كان يحييها الأيام. يقول له: أنت غريب وغربتك تحت الترايب، وأنا غريب عن أهلي والوطن غايب، ومصيبتي زادت على كل المصايب. ما صار بيك ولا عشر ما صار بي. وقت احتضارك هلك واصحابك حواليك، وعيونهم بالبكا كلها شاب حالك. غمضوا عينك واسبلوا ايدك ورجليك، صار البكا من يوم وافت كل منيه. وهذه العادة يا ابو علي. ليش هالمقدمة يا حسين؟ قال: انا مصابي لا جرى ولا بعد يجري، وقت احتضار الشمر دايس فوق صدري. الله، هذا احتضارك يا حسين؟ قال: يهبر وداجي وحز بسيف نحريه، وانا يا شيعي اعتفر فوق الوطية. واحسن واحسن. ومن عقب موتك حشموا ليك الرجاجي، شالوا الجنازة وارتفع منهم التهليل. حصلت كافور وسدر، حصلت تغسيل، وشالوا ابن عشاك ومنهم الضج عليه. وانا بقيت بلا غسيل وبغير تكفيل. اويل يوم وقفت زينب تنادي يا مسلمي، يا قوم ما فيكم غيور، جهز حسين. ترى ما جاوبتها الخيول الأعوجية، والخيل رضت جثتي وهشمت عظمي، والكفن سافي والغسل من فيض دمي. ولليوم وسط البارية ملفوفة، ويلي عليه ملفوف جسمي. والله يا شيعة نصب ويل ما تم علي، أفدي الذي رزقه أبكى السماء دما،